إذا وجدت شقة إيجارها رخيصاً للغاية في حي راق فلا تفرح كثيراً. اسأل نفسك دائماً: لماذا هذا السعر رخيص؟ لقد ارتكبت هذه الغلطة وسكنت في الشقة رقم 7. كان كريم شاب في العشرينات من عمره يعيش في شقة صغيرة في حي شعبي. ذات يوم صادف إعلاناً على الإنترنت لشقة مفروشة للإيجار في حي الزمالك الراقي. السعر كان أقل بكثير من أسعار السوق في المنطقة، ما أثار استغرابه. كيف يمكن لشقة في الزمالك أن تكون بهذا السعر؟ اتصل كريم بصاحب الشقة، وكان صوت الرجل مسناً ضعيفاً قليلاً لكنه يبدو ودوداً. صوت صاحب الشقة بصوت مسن: نعم، الشقة متاحة، ولكن هناك شرط واحد: لا تفتح الباب بعد 12:00 ليلا. مهما سمعت أو حدث لا تفتح الباب. كان الشرط غريباً بعض الشيء، ولكن كريم لم يعره اهتماماً وظن أنه مجرد خرافة أو أسطورة قديمة. قرر الانتقال إلى الشقة، وكانت الشقة جميلة جداً، مفروشة ومرتبة، وكأنها تنتظر أحداً ليعيش فيها. مرت الأيام وكل شيء كان على ما يرام، لكن في الليلة الرابعة بدأ يسمع أصواتاً غريبة من وراء الباب. يظهر صوت خبطات خفيفة على الباب، يقترب الصوت شيئاً فشيئاً. كريم، كريم، افتح لي، أنا بردان، نسيت المفتاح. يبدأ الصوت تدريجياً في التغير ليصبح مثل صوت امرأة أو طفل. في البداية ظن كريم أن الأمر عادي، ولكنه شعر بشيء غريب في تلك اللحظة. صوت مألوف. أمه؟ لكنها ماتت منذ 3 سنوات. أمه؟ كيف؟ لم يكن بإمكانه تفسير ذلك. بدأت مشاعر الخوف تتسلل إليه. كل ليلة كانت الأصوات تتكرر. مرة كان يسمع خطوات ثقيلة في الصالة رغم أن الباب مغلق، ومرة كانت تصدح ضحكات طفل من خلف الجدران، غير مفهومة وغير منطقية. وفي كل مرة كان يقترب من الباب كان الصوت يزداد قوة، كأنها كانت تقول له: افتح الباب. وفي إحدى الليالي قرر كريم أن يوثق ما يحدث، فقام بوضع كاميرا هاتفه على الباب ليصور ما يحدث من الساعة 12 ليلاً حتى الساعة 5 صباحاً. وفي الصباح استعرض الفيديو ليكتشف ما كان أشبه بكابوس حقيقي. الفيديو لا يتجاوز 3 ثوان، لكنه كان كافياً ليصدمه. في الفيديو يظهر الباب وهو يتحرك لوحده بشكل غريب ببطء شديد، ثم يظهر شيء مظلم طويل جداً يمد يده تجاه الكاميرا. كان كريم في حالة من الذهول التام. من هذا؟ ماذا يحدث هنا؟ والباب مفتوح، لكن لا يوجد أحد. ولكن في تلك اللحظة اكتشف كريم شيئاً لا يمكنه الهروب منه. كان هو التالي في القائمة: جميع الذين سكنوا في الشقة رقم 7 اختفوا ولم يتبق منهم أحد. كان كريم هو الضحية القادمة. كريم وهو يحاول فتح الباب بكل قوته ولكنه لا يستطيع. لكن الحقيقة هي أن الباب لن يفتح أبداً، لأنه لم يعد هناك مفر. كان قد أصبح جزءاً من اللعنة. في صباح اليوم التالي ظهر إعلان جديد على الإنترنت: شقة مفروشة، إيجار رخيص جداً. اللعنة بدأت من جديد، والضحية التالية في الطريق. انتهت القصة، لكن هل انتهت اللعنة؟